السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ عساكم بخير يا رب وفي افضل حال وفي افضل صحة. للي متابع معانا في الباثولوجي، احنا المرة اللي فاتت قلنا نوعين ديجنريشن لهم علاقة ببعض، وهو تراكم المية جوه الخلايا. لو بكمية قليلة يبقى كلاود سويلنج، لو بكمية اكبر تبقى هيدروبيك ديجنريشن. هقول لكم بس كده معلومتين او 3 معلومات بساط مأجلهم لحصة النهاردة قبل ما نبدأ في حصتنا الجديدة بإذن الله. تمام، فخليكم معايا كده. قلت لك انا ان المية بتتراكم جوه، صح؟ الميه قلنا excessive water is proteolytic. حد عارف الار اي ار والريبوزومات اللي عليها؟ بلاش بقى باللون ده. الار اي ار والريبوزومات اللي عليها بتدي لون اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ يبقى حد يعني بتاع صبغات وبتاع باثولوجي شاطر جدا لو قال لي المعلومه دي. برافو عليك، بتدي لون بيزوفيليك. يعني الريبوزوم اللي هو بروتين ماسك على الاي ار ومكونين لي ار اي ار بيبقى بيزوفيليك. تمام. طب امتى يكون اسيدوفيليك او اللون الازرق البيزوفيليا دي تقل شويه؟ لو الريبوزوم فك من الار اي ار، بقى الريبوزوم ايه حصل له كده، والار اي ار زي ما هي حصل له ديتاتشمنت، ان هو يفك من الار اي ار. تمام. طب وده بيحصل امتى؟ بفعل الميه يا شباب. الميه الكتير بتمسك في البروتين وتفككه. تمام. وكده كده البروتين ماده الكالاين، صح؟ فلما البروتين بتفكك القلويه بتاعته بتقل، لدرجه ان لو صبغته بصبغه معروفه كده، الحاجه القلويه بتشرب الصبغه الحمراء اللي هي الحمضيه، يديك لون اسيدوفيليك. تمام. يبقى الميه لما بتدخل جوه الخليه بيديني منظر اسيدوفيليك سيتوبلازم. خلينا بقى نكتبها بالاحمر بما ان اسيدوفيليك يعني احمر. تمام. اسيدوفيليك سيتوبلازم. كان لازم اتاكد ان انت لما بتشوف الميه بتشوفها حق اسيدوفيليك، وده بفعل ان هي فككت البروتين، والبروتين اصلا قلوي، لما بتفكك القلويه بتاعته بتقل وبياخد الصبغه الحمراء فبيكون اسيدوفيليك. حلو. تاني حاجه، انا قلت لك هنا في الرسمه دي ان دي ميه، صح؟ بقعه كبيره، يا مالتيبل سمول فاكيولز يا سنجل لارج فاكيول اهي بميه بيضه اهي زقت النواه على جنب. بص، هو بصراحه يعني ان جينا للحق هي بتزق النواه بس مش قوي كده زي ما انا راسمها. يعني واحد هيقول لي ما دي سيجنت رينج يا دكتور، اهي الحلقه اهي وبحط انا صبعي جوه هنا. تمام. ودي اللي هو الفص الخاتم، يعني دي السيجنت رينج، وانت قلت لنا كده في الحصه اللي فاتت. بص، هو انا شبهتها لك بالسيجنت رينج، لكن ان جينا للحق هي مش سيجنت رينج حقيقيه، لذلك كتابك ما ذكرهاش. وانا على فكره قلت لكم المعلومه دي المره اللي فاتت بس انا باكد لكم عليها. يعني لو قال لك ان الميه بتعمل سيجنت رينج قول له لا، هو انت فاهم ان هي بتعمل حاجه مشابهه لكده، لكن هي ما بتعملش سيجنت رينج بشكل صريح. امال مين يا دكتور اللي بيعمل سيجنت رينج؟ اللي بيعمل سيجنت رينج ابيرنس حاجتين مالهمش تالت، فات وميوكس. بس احنا دلوقتي هندرس الفات. تمام. وان شاء الله ممكن على الحصه الجايه ندرس الميوكس. الاتنين دول بيعملوا سيجنت رينج. الميه بتزقها على جنب، بس مش لدرجه سيجنت رينج حقيقيه. تمام. حلو قوي. قلت لك انا من امثله الهيدروبيك ديجنريشن اللي هو ايلتس اوف لانجرهانز، صح؟ في حالات الدايابيتس ميتاس خاصه تايب 2. بصوا بقى يا شباب، خليني كده اشرح لكم حته ايه بطنه كده في السريع. و يعني انا لازم افهمها لكم، هي حته كبيره عليكم شويه بس لازم تفهموها. انا عندي مرض السكر
في منه نوعين، في تايب 1 وفي تايب 2. مرض السكر ان السكر زاد في الجسم، صح؟ طب طبيعي لما السكر بيزيد في الجسم الانسولين بيعلى ويتفرز من البنكرياس علشان يحرق السكر ويدخله جوه الخلايا. طب الانسولين مش موجود لسبب ما ومش عارف يحرق السكر ويدخله جوه الخلايا، اذا السكر متراكم بره الخلايا وطفح في الدم، صح ولا لا؟ تايب 1 في مشكله في المصنع، البنكرياس وجزر لانجرهانز مش قادره تصنع انسولين، يعني الانسولين تصنيعه قليل قوي، نقص الانسولين سينثيسيس. تمام. طب وتايب 2 لا، المصنع سليم، المصنع سليم والانسولين طبيعي عادي خالص. امال المشكله في ايه يا دكتور؟ المشكله ان انا عندي خليه والخليه دي عليها مستقبل، عليها ريسبتور، الانسولين المفروض بيجي يمسك في الريسبتور فيقوم السكر يتحرق ويدخل لجوه. الانسولين طبيعي بس جه لقى الريسبتور عليه دهون، هحاول اعملها لك بلون اصفر اهي. تمام. لا المستقبل عليه دهون ما هوش عارف يمسك في الريسبتور. تمام. المشكله هنا في المستقبلات، فالانسولين طبيعي تمام لكن ما هوش عارف يمسك في الريسبتور، فيهيأ للجسم ان الانسولين قليل رغم انه طبيعي بس هو يعني مش عارف يشتغل، فالجسم يترجم ده ان يمكن الانسولين قليل، يمكن. طب احاول ازود انسولين اكتر، يقوم البنكرياس، يقوم البنكرياس بالخلايا اللي فيه اللي هي جزر لانجرهانز تصنع انسولين، تصنع انسولين وتطلعه في الدم ويروح وبرضه يلاقي المستقبل فيه مشاكل فما هوش عارف يشتغل، يقوم الجسم مترجم يقول يمكن لسه قليل فيصنع كمان، تصنع كمان انسولين لحد ما بتتعب، بترهق اللي هو اكزوستد. الخليه تعبت واستنفذت الطاقه، ولما استنفذت الطاقة والطاقة قلت ناتج ان هي تعبت في تصنيع الانسولين ومفيش نتيجة، الاي تي بي قل، فالصوديوم بوتاسيوم بامب باظت، فالصوديوم حصل له انفلكس جوه الخلايا بتاعت جزر لانجرهانز، والخلايا بتاعت جزر لانجرهانز عبت ميه وبقى ده النوع الرابع من الهيدروبيك ديجنريشن. طب يا دكتور انت قلت لنا المره اللي فاتت ان الانسولين اتحبس جوه وبقى كتير جوه، وان الانسولين عامل بالظبط زي البروتين بيعمل اوزموتيك بريشر وبيسحب وراه ميه، دي نظريه. والنظريه الثانيه زي ما قلت لك ان الخليه تعبت واستنفذت الطاقه فالصوديوم بوتاسيوم بامب باظت والصوديوم دخل جوه وسحب وراه ميه. تمام. يبقى انت دلوقتي عندك نظريتين، لكن الهيدروبيك ديجنريشن من امثلته ايلتس اوف لانجرهانز في حالات دايابيتس ميتاس بالاخص تايب 2، لان تايب 2 الانسولين سليم بس المستقبلات بايظه، فالجسم بيترجم ده ان الانسولين قليل وبيحاول يطلع انسولين اكتر لدرجه ان الخلايا بتتعب وممكن كمان الانسولين يتراكم جواها. تمام يا شباب. يبقى دول دول 3 معلومات انا كان لازم اقولهم واتاكد ان انتوا فهمتهم كويس. في بقى معلومه اخيره كده يا ريت برضو تحاولوا تفهموها. فاكرين في الهيدروبيك ديجنريشن انا قلت لك ووتر replaced cytoplasm. في العادي الميه بتدخل على السيتوبلازم وتزيد كميتها جوه، تفكك البروتين، تقلل الالكالينيتي، يتصبغ اسيدوفيليك. لكن لو الميه استبدلت السيتوبلازم اذا الخليه محتواها اللي جوه ده مش سيتوبلازم خلاص، تم استبداله بالميه، فساعتها تبقى ميه عادي ملهاش لون. يبقى الكلام ده امتى؟ في الهيدروبيك. تمام. لكن في الكلاودي بتكون الميه بتبان اسيدوفيليك. اتمنى تكونوا فهمتوا المعلومه دي. طب فايدتها ايه يا دكتور المعلومه دي؟ هتفهم بعدين. تمام يا شباب. خلينا بقى ان شاء الله نبدا في حصه النهارده.
وهو الفاتي ديجنريشن. فاتي ديجنريشن. ايه بقى موضوع الفاتي ديجنريشن ده؟ بيسموه اسم تاني غريب كده، اسمه ايه؟ ستياتوزيس. حد عارف يعني ايه ستياتو؟ ستياتو دي يعني دهون عادي خالص، اللي هو كأنها فات كده. واوزيس، كلمة اوزيس دي condition characterized by، يبقى condition characterized by accumulation of الفات. ده معنى كلمة استياتوزيس. تمام؟ حلو قوي. ايه بقى الموضوع الاستياتوزيس ده؟ بالمناسبة الفاتي دي جنريشن اكتب لي جنبه مهم، نظري وعملي وفي حياتك عموما وفي شغلك. يا جماعة الفاتي دي جنريشن ده مهم، ده حاجة تعمل لي جنبها 100 نجمة كده. تمام. الفاتي جنريشن مهم. اسئله نظري هتلاقي، اسئله عملي هتلاقي، في حياتك العمليه هتقابل حالات كتير فاتي جنريشن، خصوصا لو سافرت بره وشفت اللي هو ايه، يقول لك ده عنده دهون على الكبد. لا، هو مفيش حاجه اسمها دهون على الكبد، هي الدهون بتبقى في الكبد، لكن احنا مصطلح دارج كده في العاميه بنقول ده عنده دهون على الكبد، لكن هي بتكون جوه الكبد، لان على الكبد دي يبقى هي في التشو، لكن جوه الكبد يبقى هي متراكمه في الايه، في الخلايا. طب يا دكتور تمام، ابدأ لي كده الديفينيشن عادي. والله نفس الكلام. reversible type of cell injury characterized by accumulation of fat. تمام. بس هو كاتب لك هنا كلمة كده اسمها نيوترال فات. هنعرف ايه معنى الكلمة دي دلوقتي. ماشي. بتتراكم فين يا دكتور؟ في البارينكيمال، في البارينكيمال سيلز او في البارينكيمال اورجانز. مين البارينكيمال اورجانز؟ اللي ذاكر الحصه اللي فاتت سكيمه كهل، برافو. كدني، هارت، ليفر. حلو قوي. وهنتكلم بقى على بقيه الاسباب، هنعرف الاسباب بتاعته. هنتكلم على الباثوفيسيولوجي او اللي هو الميكانيزم او الباثوجينيسيس، وبعد كده هنبص بالجروس بيكتشر وبالميكروسكوبيك بيكتشر، نفس الاسطمبه ونفس السكيما. ولكن قبل اي حاجه خليني كده ايه اقول لك على معلومه مهمه. انا دلوقتي عندي ستياتوزس اهو، ستياتوزس. حلو. لو اتراكم جوه الخليه، ماشي، ساعتها يعمل لي فعلا مصطلح ستياتوزس، او خلينا نكتب هنا تراكم الدهون. لو اتراكم جوه الخليه يعمل ستياتوزس، لو اتراكم بره يعمل اوبيزيتي، سمنه. تمام. لو اتراكم في الشرايين يعمل حاجة اسمها تصلب الشرايين، ارتريو، ارتري يعني شريان، ارتريو سكليروزس. سكليروزس بتساوي فايبروزس، والاتنين معناهم تصلب. يبقى الشرايين بتاعته كده ده شريان اهو، ماشي. ونجيب مثلا اهو، حاول بقى تلاحظ اللون الاصفر بقى، تلاقي ايه شوية دهون كده تراكمت كده في الشريان بدأت تسده بقى، ولو زادت اكتر ممكن تعمل جلطة دهنية وتدخلك في بلوى مسيحة. تمام. طيب لو عمل كيس دهني، كيس دهني ده بنسميه لايبوما. لايب جاي من ليبيد اللي هو دهون، واوما ده معناه ورم حميد. طيب تمام. لو الموضوع بقى ريليتد لمشكلة جينية، ساعتها نسميها لايبوماتوزس. تمام.
طيب لو اتراكم في الجلد، في الإبيديرمز، تمام، في الناس الكبيرة في السن، يعمل لي حاجة اسمها زانسوما، أو ليها اسم تاني اللي هو الزانسيلازما. يبقى تاني كده، تراكم الدهون جوه الخلية ستياتوزس، بره الخلية اوبيزيتي، في الشرايين ارتريوسكليروزس، وممكن تسمع مصطلح اسمه اثيروسكليروزس. كيس دهني لايبوما، مشكلة جينية يعمل لك لايبوماتوزس، تلاقي الدهون عالية في جسمك. التراكم في الجلد حوالين العينين في الناس الكبيرة وكده، وتلاقي فيه زي زوائد جلدية كده ولونها أصفر، يعمل حاجة اسمها زنسوما. طب يا دكتور هل أنا مطالب بكل ده؟ لا، بص، إن شاء الله تصلب الشرايين دي هتاخدها في مادة الكارديو سنة تانية. اللايبوما، الكيس الدهني ده، وازاي اشيله واعمل له تيست ازاي، فحص واكشف عليه ازاي، هتاخده ان شاء الله في الجراحة سنة خمسة. تمام. ان شاء الله الزنسومة والامراض اللي بتيجي في الجلد وده هتاخده ان شاء الله في الجلدية في البطنة في سنة رابعة. تمام. يتبقى لك كده ايه يا بطل؟ الاوبيزيتي هناخدها كتعريف كده حاجه بسيطه. اللايبوماتوزيس برضه هناخدها كتعريف حاجه بسيطه. طب الاستياتوزيس لا يا باشا، الاستياتوزيس بقى تراكم الدهون جوه الخلايا، ده حاجه مهمه بقى. شفت انا حطيت لك كام نجمه؟ شفت يا ابني الفاتي ديجنريشن مهم ازاي؟ لسه ده انا لما اشرح لك يعني هتستغرب جدا، الموضوع فعلا مهم، وشرحه لازم يتشرح بطريقه كويسه عشان تفهمه. تمام، خليك معايا. يبقى الاوبست هناخده كده كنبذه بسيطه تعريف، واللايبوماتوزيس كتعريف. باقي المواضيع ان شاء الله هتاخدها بقى ايه قدام، يعني مش شرط ايه تفهمها دلوقتي، لكن اديك ايه خدت الفكره يعني. وفي تراكم دهون في حاجات بقى تانية كتير وحالات كتير، بس ده اللي انا عاوزك تعرفه. تمام، حلو قوي، خليك معايا. قلت لك انا من شويه انه بيحصل فين؟ في البارينكيمال اورجانز، او البارينكيمال سيلز، صح؟ اللي هو كهل، كدني، هارت، ليفر. معلش امسك لي في الليفر كده، اكتب لي ليفر is the most affected organ. الكبد هو اكتر عضو بيتاثر بتراكم الدهون. تمام، لدرجه ان ساعات بيسموه فاتي ليفر. ليفر يعني الكبد. تمام، او بيسموها ستياتو هيباتايتس. الكحول بيعمل المشكله دي، فممكن يتعمل بيه الكحوليك استياتو هيباتيتس، وممكن ينعمل بحاجه اسمها نون الكحوليك، اسباب تانية غير الكحول. نون الكحوليك ستياتو هيباتيتس بيدوا لها رمز ناش. اقسم لك بالله انا ما عرفتش حاجه اسمها ناش دي الا وانا في سنه رابعه، لكن كوني فهمتها فانا لازم اديك فكره عنها دلوقتي، لعل وعسى لما بعد كده تاخدها في سنه رابعه يبقى انا سمعت عنها فكره. دكتور احمد ما شاء الله جزاه الله خير، فهمها لي وانا في سنه اولى. تمام، فيبقى مش اول مره تسمعها على الاقل. تمام، فلدرجه شفت سموا الموضوع ايه؟ فاتي ليفر، الكبد المدهن، او استياتو هيباتيتس. ده مصطلح كبير ومهم ده، لدرجه ان في البطنه ليه اسباب كحول واسباب تانية غير الكحول. نون الكحوليك ستياتو هيباتيتس الان، والكحوليك اي، والاس ستياتو هيباتيتس اتش، يديني مصطلح اسمه ناش، وده موضوع كبير هتاخدوه في البطنه ان شاء الله. تمام. طيب، يبقى انا كده عرفتك ان الكبد هو اكتر عضو بيتاثر. طب ليه يعني اشمعنى الكبد؟ يعني اشمعنى الكبد هو اكتر عضو بيتاثر؟ لان الكبد هو اللي بيعمل ايض ميتابوليزم اوف فات. ميتابوليزم اوف فات بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ مش فاهم. بص، انا دلوقتي انت اهو، ماشي، تمام، وده بق سعادتك، ودي عينيك ومناخيرك،
انت دلوقتي بلعت اكل، كونك بلعت اكل والاكل ده معلش هتخليه وجبه دهنيه، فاتي ميل، تمام؟ كلت انا وجبه دهنيه، دهون صح، فده بنسميه دايت. او صايم، صايم تمام، ويك عندك كرش، كرش مدهن، فالمفروض لما بتصوم مده كبيره، تمام، الناس اللي عايزه تخس بيسمينا بخس بالكيتو، اللي بيخس بالكيتو ده اللي ايه بيستعمل الدهون اللي موجوده في كرشه إيه انها تتحرق وتديله طاقه، فيخس واحده واحده لانه بيحرق في دهونه، تمام؟ فاللي هو جاي من الاديبوز، الاديبوز تيشو، ده النسيج الدهني، تمام، اللي هو الكرش يعني. يبقى يا اما من الوجبه الغذائيه الوجبه الدهنيه، يا الاديبوز تيشو. المهم ان الدهون انا بلعتها، حصل لها انجيشن، مشيت في الجهاز الهضمي، المريء اهو ماشي، ودي المعده، وبعد كده نزلت لحد الديودنم، ده الديودنم اهو ماشي، وهي في الديودنم بقى هيحصل لها امتصاص، همتصها علشان استفيد منها. طب المفروض ان اي حاجه انا بمتصها بتروح على الدم صح؟ طيب سؤال مهم للطلبه الاذكياء، ليه امتصاص الدهون ما بيروحش على الدم، بيروح على الليمف؟ لماذا؟ لماذا يا صديقي؟ ها حد عارف؟ هقول لكم، اصل الدهون لا يختلط الزيت بالماء، والدم كله ميه وبلازما، فالدهون ما تعرفش تعدي في الدم، ما تعرفش تدوب في الدم لانها اصلا ووتر انسوليبل، فتروح على الليمف، تمام، لانها ما ينفعش تروح على الدم. فلما تروح على الليمف انا كده عملت لها اعاده امتصاص صح، لما تروح على الليمف تروح للكبد بقى، الكبد مستنيها بقى علشان يكسرها كده واحده واحده ويهندلها كده، وبعد كده بقى يرميها في الدم واستفيد بيها. يبقى هي امتصت في الليمف وراحت على الكبد، والكبد هيظبطها، يشيل السموم اللي فيها، يدلعها كده ويروق عليها، وبعد كده يحطها في الدم وتلف في الجسم كله واستفيد منها. طيب هي لما بتمتص وبتوصل للليفر بتوصل على هيئه، دي خليه الليفر اهي، بتوصل على هيئه فري فاتي اسيد، فري فاتي اسيد، تمام؟ بقوم انا عامل واخد الفري فاتي اسيد ده، اضيف عليه كحول ماشي، واعمل عمليه قسطره، استرفيكيشن، واكون مين؟ التراي اسايل جليسرول او التراي جليسرايد اللي هو التاج، ده نوع مركب كده من الدهون ماشي. طيب التاج ده ليه مصير من ثلاثه، يحرقه ماشي بالاكسده اللي هي عمليه البيتا اوكسيديشن، واكيد دي اتلغت عندكم في البايو في الترم الاول، كان موضوع معقد برضو، احرقه بالاكسده واتخلص منه الدهون البلوه دي، تمام؟ او اكون بيه كوليسترول من اللي هو الكوليسترول النافع للجسم مش الكوليسترول الضار، او رقم ثلاثة ادخله للدم. طب التاج ده دهون، ادخله للدم ازاي؟ لازم يتشال على كارير، على بروتين، بيتشال على حاجه اسمها الابو بروتين. طب يا دكتور كلمه ابو بروتين دي معناها ايه؟ معناها غير نشط، غير نشط. معنى كلمه ابو بروتين ده مجرد شيال بس، هيشيل التاج على كتفه ويتحد التاج مع الابو بروتين ويكونوا لي لايبو بروتين، تمام؟ واللايبوبروتين ده يوصل يروح للدم، ومن الدم يروح على الكلية وخرجه بره خلاص. فهمتوا يا شباب؟ يبقى ده قصة الميتابوليزم الطبيعي بتاع الفري فاتي اسيد، ازاي الكبد بيتعامل مع الدهون.
طبعا يعني معلومه زي دي ممكن ما يبقاش الكل عارفها، فانا لازم الاول اعرفها لك، تمام، وارجع بعد كده اقول لك ايه بقى ايه بقى اللي حصل. تمام. طب يا دكتور انت قلت لنا تراكم نيوترال فات، اهو التاج ده هو ده النيوترال فات يا شباب. ماشي، ده المقصود بنيوترال فات ان هو التاج هو اللي بيتراكم. طب بص بقى يا دكتور، ايه اللي ممكن يخلي الدهون تتراكم في الكبد ان انا ما عرفتش اتخلص منها؟ طب انا كنت بتخلص منها ازاي؟ بالابوبروتين، يعني انا محتاج بروتين علشان اتخلص من الدهون. طب لو انا ما باكلش بروتينات ولا لحمه ولا سمك، ما فيش بروتينات انا باكلها، انا عايش في مجاعه مثلا وفي الصومال وما باكلش بروتينات خالص وعندي سوء تغذيه اصلا، فما فيش بروتينات بتدخل في جسمي، فما فيش ابو بروتين، فانا مش عارف اركب التاج عليه واكون اللايبو بروتين اللي هيروح في الدم واتخلص منه. يبقى لو البروتين قل وانا مش باكل، يبقى ده كارثه، هيخلي التاج مش عارف اتخلص منه فيقوم يتراكم. طب حاجه كمان، سبب كمان معلش، لو انا الفري فاتي اسيد اللي عندي كتير، يا الانتاج زايد يا الاخراج قليل. الاخراج قليل بسبب البروتين ناقص، الانتاج زايد بسبب ان انا عمال اكل دهون واكل 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 دهون، وفي فري فاتي اسيدز عاليه جدا، او ان في لما باكل دهون بتحصل عمليه اسمها اللايبوليسيس. طبعا اللايبوليسيس برضو اتلغت من عليكم، هو للاسف جزء البايو الميتابوليزم ده كان مهم قوي ان انتوا تفهموه، هو كان صعب بس يعني يلا الحمد لله انه اتلغى مش مشكله. تمام. اللايبوليسيس ان انا اكسر، لايسيس يعني تكسير ولايبو يعني دهون، اكسر الدهون واحولها ل تاج، ماشي، او اكسر الدهون واحاول استفيد منها واعمل لها قسطره واكون التاج واتخلص منه. ده معنى كلمه لايبوليسيس. يبقى لو انا باكل وجبات دهنيه كتيره وحاجات مدهننه كتيره وطرب واللي هو المنديل بقى والحاجات الدهون والسمنه وكده، يبقى ده هيزود الفري فاتي اسيد. طب لو انا ما باكلش بروتين، ده هيقلل الابو بروتين، وفي كلتا الحالتين التاج يزيد ويتراكم. تمام يا شباب. طب ما تديني امثله كده يا دكتور؟ اديك امثله. بص كده، ما باكلش انا بروتين لو واحد مثلا فيجيتيريان. يعني ايه فيجيتيريان؟ نباتي، واحد عامل حميه غذائيه، تمام، وما بياكلش غير حاجات نباتيه المنشأ، ما بياكلش اي حاجه حيوانيه. طب ده البروتين هيدخل له ازاي؟ الخس والجرجير والحاجات دي ده الياف ما فيهاش بروتين دي. فالفيجيتيريان مان ده او الفيجيتيريان بيرسون ده عنده نقص في البروتين، وده غالبا هيجي لك في يوم من الايام الكبد بتاعه مدهن. طيب يا دكتور امتى اللايبوليسيس دي تزيد؟ في حالات الدايابيتس ميتس، السكر زايد في الجسم، زايد في الدم، بس الانسولين بايظ، يا المصنع بايظ يا الانسولين لقى المستقبلات تعبانه زي ما شرحت لك من شويه. تمام. فكده كده السكر انا مش عارف ادخله جوه الخلايا علشان تحرقه وتاكله وتتغذى منه، فالخلايا جعانه رغم ان السكر عالي في الدم بس مش عارف يدخل لها، فالجسم يترجم ده على ان الجسم جعان ومفيش مصدر للطاقة. واول مصدر للطاقة الجسم بيفكر فيه هو مين؟ الجلوكوز والجلايكوجين. ماشي، خلصت المخازن ببدأ اشفت على الدهون، يبقى مرض السكري دايابيتس، ماشي، اعرف انه في يوم من الايام هيجي لك بكبد مدهن، فاتي ليفر. ليه؟ لان بيزيد عنده اللايبوليسيس، الدايابيتس ميتس بيزيد عنده اللايبوليسيس، لان الجسم كانه بالظبط جعان رغم ان السكر عالي وكتير بس ما بيدخلش جوه الخلايا ومش بستغله ولا بستفيد منه. تمام. فالجسم يترجم ده على انه جعان ويبدا يحول على الدهون ويكسر في الدهون اكتر واكتر اللي هي اللايبوليسيس. تمام. طيب، لذلك بقى هتلاقيه في الكتاب بيقول لك ايه؟ النورمال ميتابوليزم اوف فات، ان انا الفري فاتي اسيد بيوصل للليفر، لكن انا دلوقتي فهمتك الفري فاتي اسيد ده جه منين، ان انا اكلت وحصل امتصاص وراح على الليمف، ومن الليمف راح على الليفر على صورة فري فاتي اسيد. تمام.
عملت له قسطره، كونت التي جي اللي هو الترايجليسرايد، المفروض ابقى اكسده يا الكيتون بادز، كيتونات، والكيتونات دي لما بتعلى في الجسم برضك بتبقى مشاكل شويه، بس مش مشكله، او لكوليسترول نافع، امتص انا الكوليسترول واستفيد منه. تمام. او ان انا اعمل له اخراج، ماشي، وامسكه على الابوبروتين ويكون لي اللايبوبروتين كومبلكس. يبقى ده الطبيعي. يبقى الباثوجينيسيس اوف الفاتي ديجنريشن ايه بقى؟ تمام، خصوصا في الليفر، ماشي، ان بقول لك، او حتى بقول لك فاتي ليفر، هو خص الكبد بالذكر، عشان كده لازم تكون عارف ان الليفر هو اكتر عضو بيتاثر. تمام. ان الاكسسيف ترايجلسرايد جاء نتيجه حاجتين، يا زياده تصنيع يا نقص اخراج، increase السنسز او decrease الاكسكريشن. تمام يا شباب، فبالتالي اتراكم. حلو قوي. تعالى بقى نتكلم شويه عن الاسباب، اسباب الفاتي ليفر. اول سبب في كتابك هو الناس اللي بتشرب كحول، كرونيك الكحوليزم. ليه كرونيك؟ اصل الموضوع مش من يوم وليله، فاهمني؟ يعني لازم تكون بتشرب كحول على فترات كبيرة جدا وبشكل مزمن، وده غالبا مين؟ مش اللي بيشرب مثلا كاسين كده بعد صلاة العشاء، لا، ده واحد في الغرب، بتوع بره بيشربوا الحاجات دي كتيرة. يمكن عندنا الموضوع ايه، كنترول شوية. طب ليه بقى؟ اصل هقول لك، الكحول، ماشي، اول لما بوصل على المعدة، ده كحول اهو، بيكوي في جدار المعدة والامعاء، بيعمل حاجه اسمها كيميكال بيرن، بيكويها، فيخليها مش قادره انها تشتغل طبيعي وتمتص اي حاجه انا باكلها. تمام. فلا بقى في هضم ولا بقى في امتصاص، يعني بالظبط كأن دخلك في حاله مجاعه، فالجسم هيفهم انك جعان وهيشفت على مين؟ شفت لللايبوليسيس، هيبدا يتجه للدهون، بما ان انا مش عارف اكل ولا استفيد بالاكل الكربوهيدرات ولا الكلام ده، فيزود الايه؟ اللايبوليسيس. يبقى ده اول ميكانيزم، ان هو بيزود الفري فاتي اسيد عن طريق ان هو زود اللايبوليسيس. تاني حاجه، انا قلت لك لما بتكون عندي التاج، ماشي، ببقى قدامي ثلاث حاجات، يحرقه واعمل له بيتا اوكسيديشن عشان اتخلص منه، او احاول اكون كيتون بوديز، او حتى كوليسترول. والحل الثالث ان انا امسكه على بروتين ويكون لي لايبو بروتين واتخلص منه. بص بقى ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه ذكيه جدا، هو بوظ لك الطريق ده. طب ماشي، عند الطريق ده وعند الطريق ده، لا، ما هو بوظ الطريق ده كمان. ليه بقى؟ بص، هو دلوقتي مش انا بيبقى عندي ابو بروتين، بي تي ان دي اللي هي اختصار بروتين يا شباب، ابو بروتين، والمفروض اني بمسك معاه التاج، بيشتغل عليهم انزيم مش عاوزك تعرف اسمه دلوقتي لانه ما يهمكش في حاجه، ويكون لي اللايبو بروتين. انا قلت لك في حالات لو انا مش باكل بروتين، الابو بروتين هيقل، فالتاج يتراكم، صح ولا لا؟ طب لو حتى الابو بروتين طبيعي، الانزيم اللي بيشتغل عليهم ويخلوهم يمسكوا في بعض باظ، فانا مش عارف اكون اللايبو بروتين، فقلل اللايبو بروتين اكسكريشن، وقلل البيتا اوكسيديشن. تمام. فكده ما قداميش حل غير اني اكون كوليسترول، وده مش بنسبه كبيره، يعني بنسبه بسيطه جدا، ولكن التاج هيتراكم. يبقى اظن كده انت عرفت ايه الميكانيزم. يبقى الكرونيك الكحوليزم بيزود اللايبوليسيز فيزود الفري فاتي اسيد، ومن يبقى كده هو زود التصنيع، قلل لي الاخراج بقى، قلل لي الاكسيديشن،
واللايبوبروتين اكسكريشن. يا ابن اللذينه، ده الكحول ده طلع بيعمل بلاوي. طب امال في ناس بقى ذكيه يا شباب، تعالى بقى لما اعلمك يا ابني حاجه للزمن يا ابني، بدل ما انت حياتك كلها في الطب والمذاكره كده. ليه الناس الذكيه لما بتيجي تشرب كحول، اللي هو الخمرج الناصح، الخمرجي الناصح، تلاقي مثلا، يعني انا بعلمك اهو عشان لو ايه، لو حد عاوز يشرب يعني، تمام؟ دايما تلاقيه بيشرب كحول وبياكل معاه حاجه اسمها مزه. اللي هو المزه اللي بتكون في الافراح دي، مثلا حته كبده نيه، شويه مكسرات، مش عارف ايه، اللي هو المزه. تمام؟ اي حد خمرجي ناصح شاطر دارس باثولوجي بصحيح، تلاقيه بيشرب الكحول ووراه على طول المزه. ليه بقى؟ قال لك ان المزه دي بتعكس كل الحاجات دي. يعني ممكن ما تخليش الكحول يبوظ الانزيم ده، ولا الاكسيديشن تقل، ولا ان التصنيع يزيد واللايبوليسيس تزيد. يعني اللي هو ايه، انا اديتك يا عم كبده، اشتغل عليها بدل الكبده بتاعتي. تمام؟ كأن اديت الحاجه والعلاج بتاعها في نفس الوقت. فالخمور النصع بيشرب مزه، يعني عشان لو انت عاوز تشرب لك كده كاس ولا كاسين بعد صلاه العشاء كده ولا حاجه. تمام؟ طيب، انا كده اتكلمت على الكرونيك الكحوليزم. في حاجه كمان، في سبب كمان، اللي هو الستارفيشن. ايه الستارفيشن؟ ايه فكرته؟ نفس الموضوع، انا مش باكل، تمام، ومفيش بروتينات بتدخل جوايا، فالجسم هيشفت على طريق تاني يجيب منه طاقه، لان كده كده الابو بروتين قليل، لان ما باكلش بروتينات. الدنيا ما بتقفش على حد يا ابني. تمام؟ لقيت الابو بروتين والبروتين قل والكربوهيدرات مش موجوده، انا مش هقعد اتفرج، انا هشفت على على اللايبوليسيس على طول، واحاول احرق في الدهون عشان احصل على الطاقه بتاعتي. تمام؟ يبقى اللايبوليسيس زادت والابو بروتين قل. تمام؟ طيب اديني سبب كمان يا دكتور. السمنه، الاوبيزيتي، ده يعني اشهر مثال. واحد مدهن كتير والفري فاتي اسيد عنده، يعني عنده مخازن الدنيا والاخره، يعني ممكن يصدر لك فري فاتي اسيد لو انت عايز. فالفري فاتي اسيد زياده في جسمه. واحد بقى ذكي بقى يقول لك ايه، طب ليه يا دكتور بما ان الشخص التخين عنده فري فاتي اسيد، ماشي، طب ليه ما ياكلش بروتين كتير ويعادل الدنيا علشان يبقى عنده ابو بروتين كتير، يمسك مع الفري فاتي اسيد اللي هيديني تاج، والتاج يمسك مع الابو بروتين كتير ويكون اللايبو بروتين ويبقى حل الدنيا. يا سلام عليك يا ناصح يا اذكى اخواتك. تعالى لي بص بقى. اولا نسبة الدهون بتكون اكبر بكتير من نسبة البروتين، ده رقم واحد. تمام؟ زائد يا ابني ان البروتين ما هوش فاضي، البروتين بيستخدم لبناء الجسم والعضلات والعضيات والحاجات دي، ما هوش فاضي للكبد ومشاكله كل شويه يقعد يروح بقى يكون ابو بروتين والكلام ده. فالبروتين يعني مش تحت الطلب كده، لا. فما تفكرش انك لو كلت بروتين كتير، ده بالعكس، ده انت لو كلت بروتين كتير هيجي لك نقرس. زائد اصلا يعني يا متوس، هتاكل بروتين منين يا ابني؟ الزمن ده ما عادش في بروتين خلاص. يعني في مرض هناخده قدام اسمه مرض النقرس، ده الملوك، بسبب البروتين واللحمه الياما. المرض ده هينقرض بعد كده يا جماعه. اللي هيجي له نقرس ده هيطلعوه على التلفزيون، اللي هو انت بتاكل لحمه في الزمن ده ازاي؟ طيب تمام. يبقى ايه ثالث سبب؟ اللي هو الاوبيزيتي. ماشي. رابع سبب شرحناه، اللي هو الدايابيتس ميتس. زي ما قلت لك بقى، ان كاني بالظبط الدايابيتس ميتس كاني صايم، كاني ما باكلش، السكر عالي في جسمي اوكي، لكن ما دخلش الخلايا وما استغلتوش ولا استفدت منه، فبشفت على اللايبوليسيز. حلو قوي. في رقم خمسة، شوية توكسينز، شوية سموم. سموم جاية من بكتيريا، يا بكتيريا اسمها التايفويد، يا بكتيريا اسمها ديفتيريا. ديفتيريا او ديفتيريا اللي هو بكتيريا الخناق، وان شاء الله دول هتاخدوهم في المايكرو. تمام؟ التيفويد دي اللي هي حمى التيفود، لو حد يسمع عنها. البكتيريتين دول يا جماعه، او الحمى بتاعت التيفود دي، خطر جدا جدا على الكبد. والله العظيم، يعني اللي بيجي له تيفود ده بنبقى خايفين ان الكبد بتاعه هيجي لنا في يوم من الايام بكبد مدهن.
تمام. والديفتيريا ان شاء الله لما تاخدها في المايكرو هتفهم ايه قصتها، وهتلاقيه مكتوب لك ان هي بتعمل فاتي ليفر. طيب رقم 6 اللي هو الانيميا والانوكسيا. لا نفهمهم دول يا دكتور معلش. انيميا وانوكسيا. هو من الواضح جدا ان كلمة ان يعني انعدام، مفيش خالص. عارف انت اللي بقول لك انا مفيش، هو ده. تمام اهو، ان يعني انعدام، مفيش خالص. سواء مفيش دم، فقر دم اللي هي الانيميا، او مفيش اكسجين. اصلا انا قبل كده كنت بقول لك هايبوكسيا، الاكسجين قليل، لكن ده انوكسيا، ما انعدام الاكسجين تماما. فاهمني؟ فيا الدم مفيش يا الاكسجين مفيش. طيب ايه تاثيرهم؟ هو الهايبوكسيا تاثيره ايه يا شباب؟ هايبوكسيا مفيش اكسجين، يعني ميتوكوندريال دامج، يعني مفيش اي تي بي، يعني البامب باظت، يعني حصل صوديوم انفلكس. والبامب مش شغاله، مفيش اي تي بي. ميتوكوندريا، خلايا الكبد مش قادره تصنع له طاقته، مفيش اكسجين يا بيه. تمام، يبقى الانوكسيا والانيميا تفهموا. باقي لك بقى السبب رقم 7 اللي هو مين؟ الكيميكالز. وده فيه فكرة لطيفة وظريفة قوي كده عاوز اقولها لكم. بس قبل اي حاجة خليني اقول لك هم مين. اول حاجة فوسفورس، اللي هو المبيدات الحشرية اللي هي الفوسفور والحاجات دي. تاني حاجة اللي هو غاز التبريد. حد عارف ايه هو غاز التبريد؟ الكلوروفورم، برافو عليكم. وتالت حاجة بقى اللي هو الكربون تترا كلورايد، كلورايد تترا رباعي، اللي هو السي سي ال 4، الكربون تترا كلورايد. تمام. حد بقى برنس والله العظيم يبقى واد باثولوجيست كده جامد، يقول لي يعني اي حاجه يعرفها عن الكربون تترا كلورايد ده. البنات هيبقوا عارفين. عارفين التيفال؟ بالله عليكم بقى ردوا عليا بقى واكتبوا لي في الكومنتات، عارفين الطاسه التيفال او الحله التيفال؟ طيب اسألي والدتك كده او البنت الطباخة الشاطرة لما تبقى كده دكتورة شاطرة وفي نفس الوقت دارسة ومذاكرة باثولوجي وبتعرفي تطبخي، ويوم ما تتجوزي وجوزك ما يسمعش الكلام اعملي فيها بنت المقلب ده. والله العظيم انا بعلمك حاجات للزمن. تمام. الطاسة التيفال او الحلة التيفال ما بتتقلبش بمعدن. ليه؟ بتتقلب بحاجة خشب. ليه بقى؟ اصل هي ممكن تتخدش، ماشي، ولو اتخدشت الماده اللي اتخدشت دي بتكون مكونه من السي سي ال 4، ودي بتدخل في الاكل، ماده لا لها لا لون ولا ريحه ولا طعم، بتدخل في الاكل من الطاسه. تمام. وعلى المدى البعيد تلاقي جوزها لو هي عايزه تنتقم منه بس دارسه وفاهمه بقى، تلاقي جوزها ده بيجي لنا احنا في العياده بعد 5 6 10 سنين كده عنده فاتي ليفر. ليه؟ منها لله، ده لو هو فاهم هو كمان، منها لله مراتي كانت بتقلب التيفال بمعدن وخدشته بدل ما تقلبه بخشب، والسي سي ال 4 قعد ينزل في الاكل ينزل في الاكل وانا مش حاسس بيه، وعلى المدى البعيد جاب لي ايه؟ جاب لي تليف كبدي او جاب لي اللي هو الكبد المدهن. تمام. يلا ابسطوا يا بنات، علمتكم حاجه للزمن اهو. تمام. طيب يبقى ده بالنسبه لمين؟ للتفال. بالنسبه لغاز التبريد اللي هو بتاع الثلاجه، اللي هو الكلوروفورم. تمام. علشان الناس الهبله اللي في الحر وفي الصيف يقوم دافس بوزه في الثلاجه يقول لك ايه؟ انا حاسس بالحر وهدخل في التلاجة شوية. تلاجة ايه؟ ده الصنايع الشاطر بتاع التلاجة لو الغاز ده اتسرب ما بيشموش، ما بيشمش الغاز ده، لانه عارف، اكيد الصنايعي الشاطر بيكون عارف المعلومة دي، ان غاز التبريد ده، ان غاز التبريد ممكن يجيب تليف كبدي وممكن يجيب فاتي ليفر على المدى البعيد، فما تقعدش تشمي لي فيه في الصيف. تمام. طيب احنا كده قلنا الاسباب صح؟ تعالى بقى لما اسكمها لك، انا قلت لك اي حاجه طويله ومهمه، خصوصا السؤال ده مهم
والله العظيم كوزس اوف فاتي ليفر ده سؤال 90% متوقع في الامتحان. تعالى بقى لما اسكمها لك بقى، انا كده شرحت لك صح، تعالى لما اسكم لك بقى. انا السكيما اللي انا دايما بحفظ بها الموضوع ده اللي هو ايه اهو: السم الكيميائي مريض سكر، ماشي، وسمنه وبيشرب كحول، فجاله انيميا ومجاعه. السم اللي هي التوكسين بتاعت اللي هي الديفتيريا والتيفويد وكده. الكيميائي اللي هو الكيميكالز، فوسفرس المبيدات الحشريه، تلاقي الفلاحين دايما بيبقى عندهم بالهاريزيا، وتلاقي الكبد بتاعهم متبهدل، وفاتي ليفر، تمام، والكربون تترا كلورايد، البنات اللي عاوزه تنتقم من جوازهم، والكلوروفورم بتاع صنايع الثلاجات والكلام ده، تمام. يبقى ده اللي هو الكيميكالز، ماشي. مريض سكر اللي هو الدايابيتس، سمنه اللي هي الاوبيزيتي، بيشرب كحول اللي هو كرونيك الكحوليزم، فجاله انيميا اللي هي الانيميا والانوكسيا، والمجاعه اللي هي المال نيوتريشن او الاستارفيشن. اقسم بالله السكيما دي لما انا كنت قدك في سنه اولى كنت بجاوب السؤال ده بيها: السم الكيميائي مريض سكر وسمنه وبيشرب كحول فجاله انيميا ومجاعه. يجي السؤال في الامتحان: all of the following are true about causes of fatty liver except، ويجيب لك كحول واوبيزيتي وستارفيشن وسبب رابع. اقوم فاكك السكيما اقول دي صح دي صح دي صح، يبقى دي اللي ما تنفعش. تمام يا شباب؟ يبقى ايه، ثبتوا السكيما دي واحفظوها. اعتقد ان انا دلوقتي فهمتكم ليه الليفر هو اكتر اورجان بيتاثر، وفهمتك الميتابوليزم الطبيعي، وفهمتك الباثوجينيسيس، وقلت لك على الاسباب. فاضل كده مين الاورجان افكتد؟ قلنا ليفر، كدني، هارت اللي هو البارنكيمال او البارنكيماتس اورجانز او البارنكيمال سيلز اللي هو سكيمة كهل. وقلنا ان اكتر اورجان بتاثر هو مين؟ هو الليفر. عاوزين بقى ناخد الباثولوجيكال فيتشرز، عاوزين نبص في الجروس بيكتشر والميكروسكوبيك بيكتشر. تمام يا شباب؟ فخلينا كده ايه نشوف الجزء ده مع بعض. بصوا كده معايا يا شباب، انا المفروض ان انا عندي ليفر، صح؟ اللي حصل له كالاتي: اللي هو ايه، كبر في الحجم، تمام، وبقى مدهن ملمسه، ونفس السكيما بالظبط اللي هي الايه، الاس 4 سي بي سايز، اكيد انلارج. انا دلوقتي بتكلم على الجروس بيكتشر، تمام. السي الاولى كانت مين؟ كولر، ثم كونسيستنسي. احفظ بقى. السي الثالثه كانت اللي هو الكبسول. السي رقم 4 كانت الكات سيرفيس، والبي بوردر. صح ولا لا؟ تمام، خليك بقى معايا. تعالى بقى نقول الكلام واحده واحده. الكولر يلو، باين خالص انه بقى اصفر بسبب الدهون. كونسيستنسي عادي خالص، تراكم الدهون، كان كأن كيس قطن كده او حته دهنه، ده سوفت. بقول لك حاجه كمان كده اسمها جريزي. جريزي دي يعني مدهن كده، ملمسه مدهن. الكبسول اكيد تنس. الكات سيرفيس بالجنج اوت، برضو نفس الكلام. البوردر عادي خالص راوندي. بص اسهلها عليكم في حاجه، بص اتعلم الملحوظه دي: اي حاجه سوفت بتكون بالجنج اوت، ماشي، في الكات سيرفيس، والبوردر بيبقى راوندد، راوندد بوردر.
واي حاجه فيرم بتكون سموث، لما باجي اقطعها بتكون سموث بالجنج اوت في الكات سيرفيس، والبوردر بتاعها بيبقى شارب بوردر. ليه؟ زي بالظبط الفرق ما بين ان انت تقطع في مكعب حلاوه ومكعب ملبن. مكعب الملبن يعني اهو كده ماشي، اما هتيجي تقطع فيه هتلاقيه دايما بيبظ كده والحدود بتاعته راوندد. لكن مكعب الحلاوه بيبقى ماسك نفسه كده، حد جرب كده يقطع حلاوه بالسكينه هتلاقي البوردر نازل حاد زي ما قطعته شارب، وهتحسس على الكات سيرفيس هتلاقيه سموث مش باظظ ولا حاجه. فده بالظبط الفرق ما بين مكعب الملبن اللي هو الحاجه السوفت ومكعب الحلاوه اللي هي الحاجه الفيرم اللي زي الاستيكه كده شويه. تمام يا شباب؟ يبقى الجروس بيكتشر سهله، اكيد اكيد انلارجد. فاكر لما انا كنت بقول لك الكلر في كل حاجه بيل ما عدا، وما عدا دي لما بتيجي مكانها بقول لك الاكسبشن، هنا بقى يلو. ماشي، الكونسيستنسي سوفت اند جريزي، جريزي هنا مميزه، الكبسول تنس عادي، الكات سيرفيس بالجنج اوت، والبوردر راوند. وما تنساش السكيمه دي هتسهل عليك حاجات كتير. تمام يا شباب؟ ده كده الايه، الجروس بيكتشر. بقول لك برضو فيها حاجة كده بسيطة، بقول لك it may be diffuse أو patchy. إيه بقى المعلومة دي؟ diffuse دي يعني في الكبد كله، patchy يعني بطش، بطش كده موجودة في إيه؟ في أماكن معينة بس من الكبد. طب إيه الأسباب؟ وشرح لي أكتر يا دكتور بعد إذنك. هشرح لك. بص، diffuse بسبب التوكسيميا. حد شاطر بقى؟ هايبوكسيا نقص اكسجين، اسكيميا نقص دم، انيميا فقر دم، توكسيميا يعني توكسين في الدم. طب وباتشي بسبب كرونيك فينوس كونجيشن، احتقان أوردة الكبد. توكسيميا سموم في الدم. ماشي؟ بص بقى، السم ما بيفرقش يا ابني، التسمم او السموم ما بتختارش، بتكنس كل اللي هتلاقيه. لذلك لو انت دمك متسمم والدم بيغذي الكبد هتلاقي كبدك كله بايظ في حالة التوكسيميا. بعد الشر عليكم طبعا، يعني عافانا الله واياكم. لكن باتش دي بسبب الكورونيك فينوس كونجيشن. خليني بقى اشرح لك المعلومة دي ايه بطريقة لطيفة كده. ايه موضوع الكورونيك فينوس كونجيشن ده؟ المفروض ان اي ليفر داخل له ارتري يغذيه وطالع منه فين، صح ولا لا؟ علشان الدم يدخل من هنا لازم اكون صرفت اللي هنا. طب لو انا عندي هنا احتقان، حاجه محتقنه يعني ما بتخرجش، يعني كانها مجلوطه جلطه بالظبط سد الدنيا، في احتقان مروري هنا، زي ما يكون الشوارع زحمه كده والحركه ما فيش، مش موجوده، العربيات ما بتمشيش. فالاحتقان ده خلى الدم اللي هنا مش عارف يخرج، فبيتراكم هنا فبيتراكم هنا فبيتراكم هنا، فما فيش دم بيدخل. فالاحتقان ده قلب معايا بسكيميا، ان الدم ما بيوصلش، ما فيش دم جديد بيدخل لان الدم القديم لسه ما اتصرفش، صح ولا لا؟ فالمفروض ان الخلايا دي بتتعرض لنقص في الدم والتغذية، فهتقاوم الاحتقان ده اللي حصل ده. مقاومة الخلايا عن بعضها مختلفة، مش كل خلية بتقدر تقاوم زي التانية. فاكيد انت دلوقتي فهمت، طالما مقاومة خلايا الكبد للاحتقان بتختلف، يبقى في خلايا ممكن تتأثر وفي خلايا لا، دي اتأثرت دي اتأثرت دي اتأثرت. تمام؟ لذلك بلاقيه منقط باتشي، ماشي باتشي. ولما جم العلماء يشوفوه لقوه ان هو بني وفي نقط صفراء بالظبط نفس المنظر ده. ادي لون بني اهو. تمام؟
حته كبده بني عادي خالص، وفي نقط صفرة كده. بتوع الباثولوجي بيحبوا الاكل جدا، وبيشبهوا دايما الامراض بالاكل، فجم يبصوا على المنظر ده لقوه شبه مين؟ لقوه شبه، ثواني كده، لقوه شبه جوزة الطيب اللي هو النط ميج، فسموه مجازا نط ميج ليفر. ده لما يبقى باتشي. يبقى لما اجي لك في الامتحان واقول لك نوت ميج ليفر از كونسيدرد ديفيوز ولا باتشي؟ لا، تقول لي ده باتشي. يبقى النوت ميج ليفر تيمنا بجوزة الطيب. عاوز تشوف صورة لجوزة الطيب؟ هوريها لك، هجيب لك انا صورة لجوزة الطيب، ثواني كده. اهي دي يا شباب. لما جينا نبص على الكبد لقيناه بني في نقط صفرة. ده الجار اللي عليكم بالظبط عامله كده زي البني اللي فيها نقط صفرة كده، اللي هي النطمج جوزة الطيب، فسميناه نطمج ليفر. تمام. يبقى انت كده ابسط يا سيدي، عرفت اول مصطلح هو من المصطلحات المهمه في الطب، اللي هو النطمج ليفر. ان بتوع الباثولوجي بيشبهوا دايما الامراض بالاكل، دايما اكله وبيحبوا الاكل، فشبهوا الباتشي بالايه؟ بالنط ميج ليفر. طيب يا شباب، لما جينا نبص بقى تحت الميكروسكوب هنا اهو، ده مين؟ ده الميكروسكوبيك بيكتشر. لقينا ان دي خليه طبيعيه عادي خالص، عبت فات فاكيولز كده جواها، يا مالتيبل سمول فاكيولز يا سنجل لارج فاكيول. ودي بقى اقسم لك بالله it is signet ring appearance. اهي سنجل لارج فاكيول، زقت النواه على جنب وبقت شكل الختم ابو فص. لو قال لك يعني في الامتحان ان الفاتي بيعمل سيجنت رينج ابيرنس، دي جمله صح. الميه انا كنت بشبهها لك، انا قلت لك هما اتنين في منهجك اللي بيعملوا الموضوع ده، الدهون والمخاط اللي هو الميوكويد او الميوكس لحد ما ناخده. فالدهون اهي سيجنت رينج ابيرنس تحت الميكروسكوب، يا مالتيبل سمول يا اللي هو الايه؟ السنجل لارج. تمام، اللي هو بنسميها حاجه اسمها يوني لوكيولار، يعني احاديه، يوني واحده، اللي هي السيجنت رينج ابيرنس دي. تمام. وعندك اهو المنظر اهو برضو، يا مالتيبل سمول يا سنجل لارج كبيره خالص زقت النواه على جنب. تعالى هنا مثلا نكبر هنا، بص هنا كده اهو، مالتيبل سمول حاجات صغيره خالص، يا اما سنجل لارج. خلينا اكبر لك اكتر، انا يهمني جدا ان انت تطلع بتاع باثولوجي شاطر، تشوف الشريحه كده تفهم. مين يقول لي او مين شايف فين هنا اهي مثلا؟ ادي البيضه الكبيره، الدايره البيضه الكبيره، وادي الختم ابو فصه والفص في جنب، دي النواه يا جماعه، دي النواه. مين شايف؟ ها، اكتبوا لي في الكومنتات بس ان انتوا شفتوها. اهو هنا مثلا والفص في جنب، هنا مثلا والفص في جنب. فهمتوها؟ شفتوها يا شباب؟ تمام، حلو قوي. فاضل سؤال يا دكتور، المفروض ان هي سنجل لارج فاكيول بتبان دايره صفراء زقه النواه لجوه، ايه الدايره البيضاء دي؟ ايه الدوائر البيضاء دي؟ ايه يا دكتور ايه الدوائر البيضاء دي؟ ما هو بص يا حبيبي، انا عاوز اقول لك على حاجه، حاجه مهمه لازم تكون فاهمها. لما باجي اصبغ شريحه لخلايا كبد فيها دهون بالاتش اند اي، الاتش اند اي فيهم حاجتين، اللي هو ماده اسمها الزيلول وماده كحوليه كده بسيطه. الاتنين دول بيدوبوا الدهون، بيدوبوا الدهون. تمام. والدهون ساعتها لما بتدوب ما بتتشافش، فتديني اللي هو مكانها فاضي، تسيب مكانها فاضي. تمام، اللي هو اللون الابيض ده. وابص الاقي ان انا عندي خليه كده، وعندي حاجه في النص كده، والنواه ايه؟ موجوده في جنب، نفس المنظر ده بالظبط
او نفس المنظر ده بالظبط، نفس المنظر ده بالظبط، نفس المنظر ده بالظبط. تمام، ده بقى بياض، ده الدهون دابت بالاتش اند اي. تمام يا شباب، حلو قوي. آه، في جزئيه كمان كده في الليفر اسمها اللوكاليزيشن، عاوزين نشرحها، ودي حته برضو مهمه، اللي هي ايه؟ localization of fatty chain in liver على مستوى اللوبيول. والكلمه دي مهمه. بصوا يا شباب، ويا ريت تركزوا معايا في المعلومه دي لان مش اي حد بيعرف يشرحها. الكبد الليفر، لما باجي ابص عليه تحت الميكروسكوب بلاقيه مقسم للوبيولز. لو حد عارف ان ان الكبد مقسم لاربعه لوبس: رايت لوب، ليفت لوب، وكوديت وكوادريت. تمام، كل لوب مقسم للوبيول، وكل لوبيول يلزمه تغذيه، لازم يتغذى. اللوبيول ده بيبقى زي ما انت شايف كده شكل سداسي. تمام، شكل سداسي اهو، ده اللوبيول. ماشي، لوبيول ولوبيول ولوبيول يكونوا لي لوب، لوب ولوب ولوب يكونوا الكبد كله. اللوبيول شكل سداسي، الخلايا مرتبه في اعمده، في النص في حاجه كده، وبره في ترياد، ثلاث حاجات. ايه بقى الكلام ده؟ اللي في النص ده السنترال فين، واللي بره دول بنسميهم البورتال ترياد. ده فين مركزي، وريد مركزي في النص، وده ترياد ثلاثي بتاع البورتال. تمام، بورتال ده يعني الحاجه اللي داخله للكبد، اللي هو البورتال فين، البورتال فين، وده الهيباتيك ارتري، ودي القناه المراريه اللي هي البايل داكت، اللي بتصنع العصاره الصفراويه، او اللي هو المراره، البايل. تمام، الصفرة. جميل قوي. اتجاه الدم، والله العظيم المعلومه دي مهمه. والله العظيم دكاتره كبيره بتشرحها غلط. وروح اسمع المصادر التانية وارجع لي، وارجع اقرا التكست بوك والمراجع العلميه الكبيره ومناهج مناهج امريكا ومناهج المعادله، هتعرف ان اللي انا بقوله لك ده هو اللي صح. اتجاه الدم من بره لجوه، لكن اتجاه البايل، الدم من بره لجوه، البايل من جوه لبره. بمعنى ايه يا دكتور؟ ارسم لي بس كده. يعني مش الدم بالاحمر؟ الدم بيمشي كده. مش البايل ده لون زي اللون الاخضر كده؟ البايل بيطلع على بره. ايه ده؟ يعني لو انا جاي لي دم، اول خلايا بتشفط دم وبتتغذى هي اللي بره، واقوم داخل لجوه عند السنترال فين. المفروض ان السنترال فين بيجمع بقى علشان يصرف الدم بقى. يبقى الارتري غذى كده، خلينا اجيب لكم الموت. يبقى الارتري غذى كده، والفين جمع الدم وطلعه بقى على الهيباتيك فين اللي فوق خالص بقى. تمام، الهيباتيك فين ده غير الهيباتيك ارتري، سنترال فين وسنترال فين يطلعونا عند الهيباتيك فين اللي بيرجع لي على القلب بقى، علشان اوديه للرئه ويتنقى ويتنظف ويرجع يوصل تاني في الجسم الهيباتيك ارتري ويتغذى، وهكذا. دي السيركيوليشن. تمام، يبقى اتجاه الدم داخل كده. حلو قوي. ركز بقى معايا. كلمة localization يعني localized area، منطقة محددة. أنهي منطقة اتأثرت في اللوبيول، على مستوى اللوبيول في الحالات المختلفة. بص بقى يا سيدي، لو أنا عندي سموم، توكسينز، بكتيريال توكسينز، إيه اللي هيتأثر؟ هل البريفري، أطراف اللوبيول، ولا السنترال أوف لوبيول؟ خليني بس أقرب لك لأن أنا واثق إن اللون الأصفر مش واضح. يعني يمكن كده اعتقد وضح شويه. تمام، انا دلوقتي عندي سموم، ماشي، عندي سموم في الهيباتيك ارتر، ماشي، ده الهيباتيك ارتر، في سموم هتدخل كده. اعرف بقى ان السم
بيبوظ اول حاجه تقابله في وشه. يعني لو انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 خلايا مرتبين كده ايه على هيئه اعمده، ابوظ دول ولا دول؟ لا، السم بيبهدل اول حاجه يلاقيها، يبقى ابوظ لي البريفري. يبقى الحته دي بس من اللوبيول اللي اتاثرت، وساعتها يبقى بريفري اوف لوبيول، لان السموم لقت ان اول حاجه في طريقها هي الايه، الخلايا اللي على الطرف، فقامت مبوظاها. ماشي، تعالى على اللي بعدها. حاله انيميا، حاله انيميا او هايبوكسيا نقص اكسجين او هارت فيلير. القلب فاشل انه يضخ دم كفايه، القلب مش شغال كويس ومش عارف يضخ كويس ولا عارف يوصل اكسجين ودم للكبد، فدخلت في حاله انيميا، دخلت في حاله هايبوكسيا، فالدم اللي واصل ضعيف قوي 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 قوي. المفروض ان هو ايه، بيدخل كده صح؟ يعني انا لو عندي شويه دم، عندي مثلا 50 ملي، 50 ملي دم، وكل خليه من دول بتاخد لها ايه، حوالي 10 ملي، ماشي؟ دي هتاخد 10 ملي، وده هتاخد 10 ملي اتغذت، وده هتاخد 10 ملي، وده هتاخد 10 ملي، وده هتاخد 10 ملي. دول اتغذوا لانهم في البدايه، شفت كده لما اجي اوزع واللي في البدايه هو اللي لحق. اذا دول يا دوب الدم كان خلص ما وصلهمش، لان القلب تعبان مش عارف يضخ، والدم اللي واصل يا دوب على القد. اللي في البدايه هم اللي لحقوا، اللي سبق كل النبأ، واللي اتبقى في الاخر وما اتغذاش هو مين؟ هو السنترال. تمام، السنتر اوف لوبيول، لان البريفري احتل الاكسجين والدم اللي جاي، وما ما تبقاش حاجه توصل يعني للغلابه اللي في النص. يبقى اذا ميكانيزم السموم بوظت اول حاجه جت في وشها، فلذلك اثرت على البريفري. لكن الدم غذى اول حاجه جت في باله هنا، ودول ما اتغذوش يا عيني، فالسنتر هنا هو اللي باظ. طيب الحاله رقم 3 بقى، لا ده المشكله ميتابوليك. ميتابوليك يعني مشاكل. بص، ميتابوليك، كلمه ميتابوليك دي اللي هي الايض، التمثيل الغذائي، اللي هو وظائف الكبد. فاكر لما انا كنت بقول لك من شويه انا عندي ديفيوز وعندي باتشي؟ الباتشي دي كورونيك فينوس كونجيشن صح، وديفيوز كانت في السيفير توكسيميا، صح ولا لا؟ لما تبقى التوكسيميا بشكل عالي في الدم، معنى كده ان وظائف الكبد تعبانه، الكبد مش قادر يتخلص من السموم. ما الكبد هو العضو الرئيسي اللي بيتخلص من السموم في جسمك، تمام؟ فالكبد كده مش قادر يشتغل، يعني من الاخر الكبد فاشل يا جماعه، يعني السموم موجوده في كل مكان وبوظت كل حاجه. فتلاقيه هنا بيقول لك all over the liver، all over the liver، كل حاجه باظت بقى، كله. اللوبيول باظ، واللوبيول اللي جنبه باظ، واللوبيول اللي جنبه باظ، واللوب كله باظ، والاربعه لوبس باظوا، والليفر كله متدمر. تمام؟ يبقى ده ايه؟ ده معنى كلمه الايه، التوكسيميا. لكن البكتيريا التوكسين كانت تختلف شويه، اصل التوكسين بيبقى ليه اتجاه سير، لكن توكسيميا عامه في الدم في الجسم كله، يبقى الكبد كله هيبوظ، لان التوكسين ما بيفرقش. تمام يا شباب؟ والله العظيم يعني ما تعرفش انا عانيت قد ايه بحيث اعرف اوصل لك اللوكاليزيشن دي. تمام؟ في حاله النورمال انا فهمتك الدنيا بتبقى عامله ازاي، واللوبيول شكله ايه. التوكسين قلنا البريفري بتاثر، ونقص الاكسجين، الهايبوكسيا، الانيميا، الهارت فيلير، كل الحالات دي السنتر هو اللي بتاثر. لكن الميتابوليك مش قادر اتخلص من السموم اللي طفحت في الدم دي، فاول اوفر ذا ليفر. اللهم لك الحمد، انا مبسوط جدا ان انا شرحت لكم الفاتي ديجنريشن ان ذا ليفر بالطريقه دي. والله العظيم يا شباب المعلومه دي مش كله بيشرحها بالطريقه دي. الاستياتو هيباتيتس او الفاتي ليفر مش كله بيقدر يوصله بالاسلوب ده. تمام؟ تعالى كده نراجع على اللي احنا خدناه سريعا. يعني انا معروف عني دايما بحب ايه، اراجع كده. معلش ثواني.
ونستذكر كده المعلومات اللي قلناها واحده واحده. انا من البدايه قلت لك ايه؟ ان الفاتي ديجنريشن ده مهم، بيسموه مصطلح ستياتوزيس، وقلت لك ان اوزيس دي كونديشن كاركترايزد باي. تمام. قلنا التعريف عادي، ده ريفرسبل سيل انجري كاركترايزد باي accumulation اوف نيوترال فات ان البارينكيمال سيلز، اللي هو كهل. ونيوترال فات فهمتك ليه، اللي هو التاج، لان انا عندي فري فات اسيد بيوصل يتاثر لتاج، التاج ده هو اللي بتراكم. لما يكون التصنيع كتير، الاستيراد كتير والتصدير قليل، الاخراج قليل، الابو بروتين قليل. تمام. ماشي. وقلت لك بقى ان الدهون دي ممكن تكون في حالات كتيره جدا، في اللي هتاخدها في الجراحه، في اللي هتاخدها في القلب، في اللي هتاخدها في الجلديه، لكن في حاجات احنا هنركز عليها النهارده. تمام. وفهمتك يعني مصطلح ناش اللي هو الالكحوليك ستياتوهيباتيتس والنون الكحوليك ستياتوهيباتيتس. وقلت لك ان الكبد هو اكتر اورجان بتاثر، لان هو اللي بيعمل بيتابوليزم. وفهمتك ان الامتصاص بيروح على الليمف، لان الدم ما يدوبش فيه الدهون، لان الدهون ما بتحبش الميه والدم كله ميه. تمام يا شباب. وبعد كده فهمتك ايه اللي بيحصل بالظبط الطبيعي، وقلت لك الايه الباثوجينيسيس عباره عن ايه. وبعد كده اتكلمنا عن الاسباب، قلنا الكرونيك الكحوليزم والستارفيشن والاوبيزيتي والدايابيتس ميليتس والتوكسينز قلنا اللي هم الكيميكالز. ماشي. اللي هو الكلوروفورم وال وال واللي هو غاز التبريد ده. وقلنا الكربون تترا كلورايد ده بتاع التيفال. ورقم ثلاثة قلنا مين؟ اللي هي الفوسفورس بتاع المبيدات الحشرية. إذا يا جماعة ممكن من الوظيفة، لما أجي أسأل على الوظيفة ممكن يبان لي المرض، لما واحد يقول لي مثلا أنا شغال في غازات التبريد، واكشف له على الكبد بالسونار الاقيه كبير ومدهن والحاجات دي كلها. انت شغال في التبريد يعني انت كلوروفورم، ايه ده انت ممكن تكون فاتي ليفر. طب واحد مثلا شغال في الطاسات التيفال، او واحده وهي بتطبخ بتحك الطاسه بمعدن مش بخشب، هكون عارف. واحد فلاح دايما بيستخدم المبيدات الحشريه، تمام، هكون فاهم برضه وفاهم. يبقى قلنا الالكحوليزم والستارفيشن والاوبستي والدايابيتس والتوكسين والكيميكال. تمام. كنت انا سكمتها لك. والانيميا والانوكسيا والكيميكالز قلناها. وانا رجعت سكمتها لك في ايه؟ السم الكيميائي، مرض سكر وسمنه وبيشرب كحول فجاله انيميا ومجاعه. وفككت لك السكيما وشرحت لك كل نوع ودي الاسباب، وقلت لك والله العظيم تيجي كده تحاسبني لو السؤال ده ما جالكش الترا في الامتحان، الترا شورت، يقول لك كوزس اوف فاتي ليفر. سؤال مهم. تمام. ماشي. خلصنا الاسباب، بدانا بقى نبص على الجروس بيكتشر. قلنا الاس 4 سي بي وكل حاجه ماشيه طبيعي عادي. الكونسيستنسي زود لك ان هي جريزي والكلر يلو بس. تمام. وقلنا في ديفيوز وفي باتشي. ديفيوز في حاله التوكسيميا، وباتشي في حاله الكرونيك فينوس كونجيشن. وان هو بيبقى بني منقط اصفر، وبتوع الباثولوجي بيشبهوا بالاكل، شبهوه بجوزة الطيب اللي هي اهو، ده المنظر شبه ده. نط ميج ليفر في حالات الباتشي اللي هو ناتج عن الكورونيك فينوس كونجيشن، احتقان اوردة الكبد. تمام. وقلت لك انا السكيما دي ان السوفت دايما بالجنج وراوندد بوردر، وان الفيلم بيبقى سموث وشارب بوردر. وبعد كده اتكلمنا عن الميكروسكوبيك بيكتشر، يا مالتيبل سمول يا سنجل لارج، اللي هو السيجنت رينج ابيرنس. وقلنا ان هي بتبان بالابيض حته كلير سايبه مكانها فاضي، لان الاتش اند اي الصبغه بتصبغها. تمام. بيبقى فيها زيلول وكحول بيدوبوا الدهون، فبالتالي بتسيب مكانها فاضي كده وما بتتشافش. ووريت لك الصوره هنا سواء مالتيبل سمول او السنجل لارج. تمام. زي دي كده وزي دي كده، بس احنا اتفقنا بقى انها بتبان باللون الابيض بقى. تمام يا شباب. يبقى الاتش اند اي صبغت الايه؟ بسبب الزيلول والكحول دوبت الدهون وما بقتش تبان. ماشي. وبعد كده اتكلمنا على نقطه اللوكاليزيشن، واعتقد ان انتوا فهمتوها كويس جدا. فاضل بس معلومة بسيطة كده في الليفر علشان نبقى خلصناه تماما، ونقول كلمتين عن الكدني وكلمتين عن الهارت،
ونتكلم تعريف الاوبستي وتعريف اللايبوماتوزيس ونبقى خلصنا الفاتي ديجنريشن. وانا عارف ان الفيديو مدته طولت، بس انا تعمدت ان اشرح لك كل حاجه بالراحه، تمام، وافهمك بجد. يعني سيبك من الاسكيمات اللي هي التحشيشه ولا البصمجه اللي بيعملوها دي. انا بالنسبه لي معنى كلمه سكيما هو الفهم العميق للشيء، ان انت لما تمسك المذكره وتحل مفيش سؤال يقف معاك، وبفضل الله هنحل في الاخر وهنوصل للنقطه دي مع بعض، تمام. نقطه الستيننج، انا قلت لك من شويه ان الاتش اند اي فيها زيلول وكحول، دوبوا الدهون وسابت مكانها دايره او مكان كلير ابيض، لكن النواه مزقوقه ايه؟ مزقوقه في جنب، فاداني منظر السيجنت رينج. كلك سيجنت رينج باختلاف الصبغات. فهمت انا الاتش اند اي بتعمل ايه؟ تمام. فات بتديزولفد وبيسيب مكانه كلير فاكيول، حلو جدا. طيب في صبغه تانية اسمها السكارلت ريد، دي بتصبغها باللون الاحمر، بتصبغ الدهون باللون الاحمر. وفي حاجه اسمها السودان 4، لان في سودان 3 وسودان 5، تمام. وفي حاجه اسمها الاويل ريد او، الاويل ريد او بتعمل اورنج ريد، والسودان 4 برضو اورنج ريد. فهنعتبر ان ده برتقاني محمر، تمام. واخر صبغه معانا اللي هي الاوزميك اسيد، ده لون اسود، بلاك ان كلر. فانا بسكم الصبغات لان في المنهج مليان صبغات، 2 بحرف الاس و2 بحرف الاو. الاثنين اللي بحرف الاس سودان 4، معرفش ايه سودان، وبيشبهوا دايما الصبغات باسامي دول، مش عارف ليه. بتوع الباصوليش دول غراب جدا يا جماعه، والله العظيم. سودان، يبقى اهو، ثواني كده نمسح دي. سودان 4، ماشي. والزيت الاحمر، او يا رب اللي هو سكارلت بقى علشان يبقى 2 بحرف الاس. في ممثله مشهوره جدا اسمها سكارلت جوهانسون، يعني اعتقد ان انتوا عارفينها، كانت في اللي هو المارفل واللي هي الافلام اللي هي الخيال العلمي دي. يبقى اللي هو ايه؟ سكارلت. يبقى سودان 4 وسكارلت، ماشي. واتنين بحرف الاو اللي هو الزيت الاحمر اللي هو الاويل ريد، والاوزميك، اوزميك اسيد، حمض الاوزميك. الاوزميك اسيد بعون الله ما تنساهوش لونه اسمر. الاويل ريد it is orange red، والسودان 4 it is orange red. بينما السكارلت، ماشي، السكارلت لونها احمر، تمام يا شباب. يجي بقى في الامتحان يقول لك قول لي يا ابني، انا بصبغ الفات بكل الصبغات اللي جايه دي ما عدا، ويجيب لك الاوزميك، ويجيب لك سودان 4 واويل ريد وسكارلت، ماشي. الاربعه ينفعوا، ويقوم حاطط لك سودان 3. سودان 3 غلط. او يقوم حاطط لك ماده بتصبغ حاجات تانية زي مثلا الميثيلين بلو، صبغه الميثيلين بلو، يحط لك الاوزميك والسودان والسكارلت والميثيلين بلو. ابقى انا عارف ان دولت بتوع الدهون، والميثيلين بلو دي ماليش دعوه بيها، هناخدها بعدين في مواد تانية، تمام. يبقى ده بالنسبه لجزء الستيننج يا شباب. كده ان شاء الله مش باقي لنا غير كلمتين عن الكدني وكلمتين عن الهارت، لان كان السكيما بارينكيمال سيلز، كهل، كدني وهارت وليفر. احنا قلنا الليفر لان ده الاهم، فاضل بس الكدني والهارت. بصوا يا شباب في الكدني قال لك ايه؟ فات تشينج ان ذا كدني، جروس بيكتشر، ذا كدني از انلارجد، color yellow, consistency soft and greasy, cut surface bulging, capsule tense, rounded border. نفس سكيمة اس فور سي بي. فكده ما قالش حاجة جديدة. ايه اللي قاله جديد؟ قال لك الميكروسكوبيك بيكتشر بتكون سمول فاكيولز، عادي خالص. موجودة فين بقى؟ في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز واسندنج لوب اوف هينل. بص كده ركز معايا، يا رب بس تبان لان اللون الاصفر مش بيبان قوي. هو قال في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز ولوب اوف هينل، صح؟ المفروض ان في لون اصفر باين لك كده، دي خلايا الابيثيليوم اللي مبطنه مين؟ بص كده،
انا المفروض عندي اللي هي محفظه بومان، وبعد كده الانابيب الملتفه القريبه، ولوب اوف هينل ثانيه هينل، والانابيب الملتفه البعيده، واخر اللي هي القناه المجمعه اللي هي الكولكتنج داكت. دي البروكسيمال كونفوليوتد توبيول، دي الديستال كونفوليوتد توبيول، ماشي. وده لوب اوف هينل، في حاجه نازله وفي حاجه طالعه. اللي نازل بنسميه ديسندنج، واللي طالع بنسميه الاسندنج. هو قال لك بقى في اللي طالعه، ماشي، فانا هعلم لك كده عليها باي لون تاني اهي، دي مثلا، يبقى دي الاسندنج. وقال لك ان هي كمان في البروكسيمال كونفوليوتد توبيول. هنا بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه نظام زي نظام خلايا خلايا خلايا. فانا وريتك المنظر اهو. يبقى دي بتاعه البروكسيمال كونفوليوتد توبيول والاسندنج لوب اوف هينل، وريتهم لك على الرسمه والمنظر اهو. بيبقى فيه سمول فاكيولز اوف الفات اللي هي الصفرة دي، ماشي، موجوده اهي. خليني اشاور لك عليها بالماوس هنا اهي، اهي موجوده اهي. تمام يا شباب. بس ده اللي قالوا عن الكدني، انها كبرت وبقت منظرها بالشكل ده. طيب بالنسبه للهارت، قال لك جروس بيكتشر بتاثر على الميوكارديال فايبرز، الالياف العضليه بتاعت عضله القلب، بتاعت الاذين ولا البطين، الاتريوم ولا الفنتركل؟ لا الفنتركل المسؤول عن الانقباض، ده دي نيله، ده الاخطر. يا ريتها كانت اثرت في الاتريوم يا اخي، لكن انها تاثر على الفنتركل ده اصعب واخطر. بتأثر في الجدار الخلفي بتاع الليفت فنتركل، البوستيرور ليفت وول اوف فنتركل. تمام، حلو. قال لك برضو ممكن تكون باتشي وممكن تكون ديفيوز. ديفيوز في حالات التوكسيميا لان التوكسين ما بيفرقش، وباتشي في حالات الانيميا اللي ممكن تكون ناتجه عن الكرونيك فينوس كونجيشن، برضو نفس الكلام اللي فوق، ماشي. طيب قال لك ان هي بتبان ازاي بقى؟ بتبان بالمنظر ده، ستريكس، خطوط من اللون الاصفر، وبتكون غير منتظمه، يعني مش مرتبه، لا الريجولار غير منتظمه. بتتبادل مع براونيش ستريكس، خطوط من اللون البني، يعني كأن بالظبط عندي خطوط لون اصفر، ماشي، مش منتظمه، مع خطوط لون بني. قبل بس ان انا ارسم لك عين وراس، ايوه هي دي، يا سلام. اهي ايه دي بقى؟ ده القط الشرازي، القطه الشرازي، اه والله العظيم، حتى في الكتاب كاتب لك ايه؟ تابي كات، شبه التابي كات. طب يا دكتور، البراونيش ستريك دي بتاعت مين؟ ده بتاع الان افكتد ماسل، في حته اتاثرت وفي حته ما اتاثرتش. الحته اللي اتاثرت لونها اصفر، والحته اللي ما اتاثرتش لونها بني، فالتداخل ما بين الاصفر والبني بيديك شبه القطه الشرازي، اللي هو انهي القطه الشرازي؟ اللي هي دي يا شباب، حته كده تحس كده لون اصفر في بني. بلاش دي، التجرويد، التايجر، النمر. تمام، التجرويد يبقى يا اما التابي كات يا التجرويد. وبقول لك ان الهارت ساعتها بيصبح سوفت وفلابي. يعني ايه فلابي؟ ريلاكسد، يعني بقى مدهن كده وطري، مش قادر يضخ، مش قادر يقوم بوظيفته. ولما جينا نبص عليه تحت الميكروسكوب لقينا المنظر ده، لقينا المنظر ده اللي هو ايه؟ فاكيوليشن من الدهون موجوده في الساركوبلازم بتاع الايه؟ بتاع الميوكارديال فايبر. دي ليفه عضليه، دي ليفه عضليه اللي هي الميوكارديال فايبر، وهي ادي الدهون يا شباب، الدهون يا شباب، ادي الدهون، ادي الدهون. تمام يا شباب. طيب تعال نشوف بقيه الصور. يبقى ده الهارت. بالنسبه لي اكتر كلمه مميزه فيه انه اثر على الفنتركل، وان لو سالني التابي كات والتجرويد ده فات تشينج ان ذا هارت، ماشي. وده يعتبر جروس بيكتشر، وطالما جروس بيكتشر يبقى بشوف لها جار او بشوفها بعين المجرده. ورسمت لك هنا كده رسم يعني توضيحيه كروكي وصوره القطه، وريت لك القطه والنمر، لكن شكل الجار بجد اهو، اهو ده. وعندك برضو صوره ثانيه كمان اهي، الاثنين دولت، ماشي اهو. تمام يا شباب. وقلت لك انا الكدني بيبقى منظرها عامل ازاي. حلو جدا. دلوقتي بقى هو هيكلمنا على
حاجتين بس بساط خالص، الاوبيزيتي واللايبوماتوزس. طيب خليني بس ايه قبل ما اكمل نراجع كده سريعا. قلت لك انا في الليفر الجروس بيكتشر طبيعي خالص، انلارجد، يلو، سوفت جريزي، تنس، بالجنج اوت، راوندد. تمام. والميكروسكوبيك بيكتشر اللي هو السيجنت رينج ابيرنس. بعد كده اتكلمنا في حاجه اسمها يا ديفيوز يا باتشي. باتشي دي بتكون بطش موجوده في الكبد كده، اللي هو بني وفي بقع صفراء. يبقى لما يجي يسالني في الامتحان النوت ميج ليفر از ا كونديشن اوف، تقول له والله دي حاله كورونيك فينس كونجيشن. تمام. كورونيك فينس كونجيشن ان الفين الوريد محتقن، فكأن مفيش دم جديد من الشريان بيدخل، فكأن بالظبط دخلت في حاله اسكيميا او انيميا. تمام. يبقى كورونيك فينس كونجيشن اللي هو ايه في حالات مثلا زي الانيميا مثلا اللي هو الحاله الباتشي. تمام. وليس ديفيوز. جميل قوي. وقلنا ان في الميكروسكوب بيكتشر سيجنت رينج. بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن اللوكاليزيشن وفهمتك اللوكاليزيشن. بعد كده اتكلمنا عن الستيننج وقلنا ان الاتش اند اي ده بيدوب كلير وبيسيب مكانه فاضي. سكارلت ريد اللي هو اللون الاحمر القرمزي. ماشي. قلنا ان هي بتبان باللون الاحمر. ماشي. اويل ريد وسودان فور. سودان ما حدش يقول لي السودان اللي هم السودانيين ويتنمر، حرام يا ابني، حرام، عيب اللي انت بتقوله ده. يقول لي السودان تبان باللون الاسود، لا يا حبيبي، هي اتسمت سودان على اسم الدوله لانها اكتشفت في السودان، لكن هي بتبان اللي هو اللون اللي هو الايه البرتقاني المحمر كده اللي هو الاورنج ريد. يبقى الاويل ريد والسودان فور دول اورنج ريد. اما الاوزميك اسيد دي بلاك. يبقى اللي هو اتنين بحرف الاس سكارلت ريد وسودان فور دول مين اللي باس، والاثنين بحرف الاو اللي هم الاو الريد والاوزميك اسيد. ماشي. احنا كده خلصنا الايه؟ خلصنا الليفر. تمام. تعال نراجع على الكدني. قلنا في الكدني زي الليفر بالظبط في الجروس بيكتشر، لكن في الميكروسكوبيك بيكتشر كانت بتيجي فيه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز ولوب اوف هينل. تمام. كانت بيبقى فيه فات فاكيولز كده في الابيثيليوم بتاعها. تمام. طب اشمعنى يا شباب المنطقتين دول؟ لان دي المناطق النشطه. مش احنا اتفقنا ان بارينكيمال اورجان يعني اكتر مكان نشط؟ هو ده يعتبر اكتر مكان نشط. طيب بالنسبه للهارت قلنا ان بيبقى عندي في الجروس بيكتشر بيبقى بيأثر على الفنتركل اكتر من الاتريوم. حد برضو يعرف ليه على الفنتركل اكتر من الاتريوم؟ بالظبط كده، لان الفنتركل نشط اكتر من الاتريوم وهو المسؤول عن الانقباض، فإت از مور اكتيف ات بارينكيمال سيلز. تمام. بتاثر في الياف الفنتركل. وقلنا في باتشي برضو بسبب الانيميا والكونجيشن او ديفيوز بسبب التوكسيميا. تمام. وبعد كده قلنا ان في الريجولار براونش، اسف الريجولار يلو ستريكس بتتبادل مع البراونش ستريكس. المفروض ان اللي اتاثر وبقى مليان دهون بقى لون اصفر، واللي ما اتاثرش ولسه سليم لونه بني. فاللي اتاثر يبقى اصفر واللي ما اتاثرش يبقى بني. تداخل البني مع الاصفر اداني منظر مين؟ عالم باثولوجي كان مربي قطه اللي هو القط السيامي او اللي هو القط الشرازي، فسماه على اسم القطه اللي هو الايه التابي كات. واحد تاني عالم باثولوجي كان موجود في الصحراء وفي السودان والاماكن اللي هي التانيه دي، كان عايش مع النمور والحيوانات فسماها تيجرويد. في عالم ثالث سماها على شكل ايه؟ بيبقى في طيور عصافير اللي هي العصافير اللي هي الملونه دي، صدر العصفوره بيبقى بردك اصفر في بني اصفر في بني اصفر في بني، فسموه براش بريست appearance، على شكل صدر العصافير اللي هي الزغاليل الملونه دي، على شكل الصدر بتاعها بيبقى اصفر في بني. ما علينا، لكن الثلاث كلمات دول في الامتحان لما يجي يقول لك النوت ميج ليفر ده باتشي كرونيك فينوس كونجيشن وفاتي تشينج في الايه في الليفر. طيب التابيكات، لا التابيكات مش باتشي بقى، التابيكات دي تعتبر ستريكس. اليلو ده اللي اتاثر والبراونيش ده اللي لسه سليم. يبقى ده تداخلات ما بين اليلو والبراونيش ستريكس، سواء التابيكات او التجرويد او الاسم الثالث ده اللي انا مش عاوزك تهتم بيه قوي، اهتم بالاثنين دول مهمين. تمام. وقلنا ان الميكروسكوبيك بيكتشر بتكون فاكيوليشن في الساركوبلازم
الساركوبلازم ده يطلق على سيتوبلازم الليفه العضليه، فتمام، فبيبقى موجود في الساركوبلازم، يعني السيتوبلازم مشيها عادي، بيبقى فيه ايه؟ فات فاكيولز. تمام يا شباب؟ طيب، فاضل لنا مصطلح كلمه اوبستي واللايبوماتوزيس. فاكرين في البدايه خالص لما قعدت اقول لك لو اترسب في الشرايين هيعمل لي ارتيروسكليروزس، ولما قلت لك بيعمل كيس دهني لايبوما، ولو في خلل جيني يبقى لايبوماتوزس، وقلت لك لو ايه كمان، اللهم صل على سيدنا محمد، قلت لك انه لو اتراكم جوه الخليه ستياتوزس، بره الخليه اوبستي. اهو ده بالظبط اللي احنا هناخده. ادي منظر الاوبستي، لما تشوف المنظر ده تبقى عارف ان دي دهون متراكمه بره الخليه، اكسترا سيلولار، يعني موجوده في الستروما، لذلك بنسموه سترومال فاتي انفلتريشن. ده معناه accumulation اوف الفات في السترومال كونكتيف تيشو، يعني بمعنى اصح بره الخلايا. تمام، وده يعتبر ان الدهون بتتخزن في مكانها الطبيعي. مخازن الدهون اصلا بتكون موجوده في الستروما الكونكتيف تيشو، اللي هو في كرشك بقى وكده، ممكن تحت الجلد سبكوتينيوس او حوالين البنكرياس، لان البنكرياس علشان يتثبت في مكانه، ما تمام، في ظهرك البنكرياس ورا المعده، عشان يتثبت في مكانه، تمام، بيحتاج، او البنكرياس اهو، ده مش بنكرياس، ده صبع كفته، ده يمشي بنكرياس. عشان البنكرياس يتثبت في مكانه بيعوز شويه دهون كده حواليه، بنسميه البنكرياتيك فات، دهون كده تثبته في مكانه. ماشي، يبقى ممكن في البنكرياتيك ستروما او الصب ايبيكارديال فات. انا عندي ايبيكارديوم ومايوكارديوم وبيركارديوم واندوكارديوم، يبقى المهم ان ممكن يتراكم في الايه، في القلب برضو. تمام، طيب، يبقى ده معنى ايه؟ الاوبيزيتي. بينما اللايبوماتوزيس ده multiple localized accumulation of الفات in certain situation، سواء كان معاه اوبيزيتي او ما معاهوش، سواء تخين او نحيف، ده خلل جيني بيكون اكياس دهنيه في الجسم كله. ده يعتبر كده عامل زي ورم وراثي كده، او ورم حميد، حاجه سائده، تمام، اللي هو الجين السائد والجين المتنحي يعني. تمام، بجين ايه؟ بيخليها تظهر في اماكن كتيره، مالتيبل متعدده، لوكالايزد موجوده في اماكن محدده، تراكمات من الدهون في سيرتن سيتويشن، سواء كنت تخين او لا. تمام يا شباب؟ طيب، يبقى ايه، خلينا كده نراجع اخر تعريفين قلناهم ونسال كده سؤال عليهم. احنا اتفقنا ان تراكم الدهون جوه ده ستياتوزس عادي. طب تراكم الدهون بره الخلايا ده اوبيزيتي، اللي هو بنسميه مصطلح ستروما. يبقى لما اقول لك الستروما الفاتد انفلتريشن، تقول لي ده اكسترا سيلولار اكيوميليشن اوف الفات. معروف كلمه ستروما الكونكتيف تيشو ده معروف ان هو ايه؟ بره الخلايا. بس خد بالك بقى، هنا بيقول لك في الاماكن الطبيعيه اللي المفروض يتخزن فيها. اصل ممكن بعد كده يجي لك معلومه ان الدهون متراكمه بره الخليه في اماكن مش من المفروض انها تتخزن فيها، لكن في الاوبيزيتي هنا عادي في الاماكن اللي المفروض انها تتخزن فيها. وقلنا ثلاث امثله عليه: سب كيوتينيوس، كويتينيوس يعني جلد، وصب يعني تحت الجلد. تمام، يبقى النسيج الدهني اللي تحت الجلد، او البنكرياتيك ستروما يعني بره خلايا البنكرياس كده، بيبقى اللي هي الستروما، زي ما فهمتك البنكرياس بتثبت كده بحته دهنه وحته دهون حواليه، او الصب ابيكارديال فات. عارفين يا جماعه القلب كام طبقه؟ ثلاث طبقات. يعني ده القلب اهو، المفروض ان هو ثلاث طبقات. ماشي، الطبقه الثالثه خلينا اعملها لكم بالايه، اللون الازرق مثلا اهو. ولنفترض ان ايه، ان دي رسمه القلب ثلاث طبقات. اول طبقه ناحيه جوه دي البطانه، اللي هو الاندوكارديوم. ماشي، تاني طبقه اللي هو مين؟ اللي هي العضله نفسها، المايوكارديوم. والطبقه اللي بره اللي هو ليها اسمين، يا البريكارديوم يا الايبيكارديوم.
بص بقى بقول لك فين، يعني بقول لك هيتراكم فين؟ صب ايبي كارديوم، تحت الايبي. يعني الايبي اهي تحتها، يعني ما بين الايبي والمايو العضله، ما بين الطبقتين دول، تحت الايبي وفوق الميوكارديوم. يبقى في اختلاف بقى لما اقول لك تراكم الدهون جوه الخلايا الميوكارديوم، ده ستياتوزس اوف ذا هارت. لكن لما اقول لك بره الخلايا، بره الميوكارديوم وتحت الابيكارديوم، ده اوبيزيتي يا باشا. تمام، حلو. طيب بالنسبه بقى لللايبوماتوزيس، قلنا ان هو مالتيبل، عددهم كتير، لوكالايزد في اماكن محدده، تراكم الدهون سواء كنت تخين او لا، سواء في اوبيزيتي او لا. تمام. وعارفين ان هي لها سبب جيني، خلل جيني. وعارفين اللي هو الكيس الدهني اللي هو اللايبوما. خليني اوري لك صوره ليه كده. ده الاوبست خلاص شفناه صح؟ اهو يا شباب، ده اللايبوما اللي هو كيس دهني عادي، هتاخدوه ان شاء الله في الجراحه. تمام. وبيتشال جراحيا عادي، وبنسميه اللي هو ورم حميد او كيس دهني حميد، اللي هو المنظر ده، حاجه مكلكعه كده. بنفتح كده الجلد نلاقي ايه، محوطه نفسها كده بكبسول، نقوم ايه داير ما يدور كده، نفكها من كل اللي حواليها، ونقوم ايه جايين طلعينها كده ايه وخلاص، ونطمن ان الدنيا تمام. زي مثلا ممكن كيس دهن يطلع في الثدي، واحده تفتكر ان هو سرطان ولا حاجه، لكن يقول لها لا ده ورم حامد الحمد لله، ونشيله. برضو المنظر اهو. تمام. ففي حاجه بتقول لك ان اللايبوما مجازا بنسميها هي اللايبوماتوزس عادي. الفرق ان اللايبوما في الجراحه ملهاش سبب، لكن اللايبوماتوزس انا عارف ان هي لها سبب ايه، لها سبب جيني. تمام. لكن بنعتبر ان الاثنين عادي، يعني اللي هو اللايبوما هي الايه اللايبوماتوزس، ودين وريتك صوره ليها. اللهم لك الحمد. يعني هو فيديو طويل، بس بصراحه، يعني بصراحه انا شايف ان الفاتي ديجنريشن ما ينفعش يتشرح الا كده. الفاتي مهم. وبالمناسبه شابتر الديجنريشن عموما تقيل شويه، ان في امثله كتير وصور كتير ومعلومات كتير وتفاصيل كتير. بعد كده ان شاء الله لما نخلصه هتلاقي بقى الدنيا خفت شويه، وبقينا نركز على موضوع واحد ونشرحه بس. لكن هنا انا بشرح لك انواع كتيره، وكل نوع بيحصل فين، وليه صور وليه امثله تمام. فمعلش استحملوني شويه في الديجنريشن، لكن ان شاء الله بعد كده الدنيا هتوضح. عاوزين بس نحل مع بعض السؤالين كده ولا حاجه، ونقفل الفيديو على كده. تمام، لحظه واحده هجيب لكم الاسئله. يلا يا شباب. هيدروبيك ديجنريشن حلناها قبل كده. ماشي. فات تشينج معناه ايه؟ هل هو هايبر ليبيديميا، دهون زايده في الدم؟ لا. تحول الكربوهيدرات لفات؟ لا برضه. ان ماسكينج اوف نورمال فات اون ذا سيل؟ لا، مش حاسس ان هي الاجابه. تشينج بروتين انتو فات؟ لا برضه. امال الاجابه accumulation وفي الفات وزن البارنكيمال سيل اللي هو سكيمة كهف. تمام، دي الاجابه الصح. ماشي. السؤال اللي بعده يقول لك وات از كولد لما النواه تتزق في جنب نتيجه ان في ميوسين. اشطب على الميوسين او بلاش لحد ما ناخده، اكتب برضه فات. دي برضه ايه تعتبر اللي هي الايه السيجنت رينج. ماشي. حل يلا السؤال ده. ستياتوزس معناه ايه؟ هيدروبيك ولا هيلاين ولا ميوكويد ولا؟ شوف، لازم يعني هو كده بيختبر انت فاهم معنى كلمه ستياتوزس ولا لا. تمام. فاستياتوزس معناها فاتي تشينج. جميل قوي. تعالى كده السؤالين اللي تحت. بيقول لك ايه؟ واحد، درينك الكحول لسنوات كتيره، يعني كده ده كورونيك الكحوليزم. تمام. وعنده elevated liver enzymes. طالما وظائف انزيمات الكبد عاليه، وظائف الكبد عاليه، يبقى كده بايظه، يبقى في مشاكل. في الروتين تشيك اب اللي هو بيعمله مثلا كل سنه ولا حاجه، الفحص السنوي مثلا، خد عينه من الكبد اللي هي الليفر بايوبسي. بايوبسي يعني عينه بابره كده، ويبص عليها تحت الميكروسكوب، لقى ايه؟ مالتيبل سيتوبلازميك فاكيولز في خلايا الليفر. قول لي، وما فيش اي حاجه تانية، ايه التشخيص؟ اكيد ده ستياتو. الفاكيولز دي فاكيولز دهون يعني اكيد، وواحد بيشرب كحول، لو يبقى دي ستياتو هيباتيتس. ماشي.
او ممكن نسميها فاتي ليفر. ولو سالك على السبب قول له الكحول. جميل. تعالى هنا، واحده تخينه اوبيز وومن برضو عندها نفس الموضوع، وخدنا برضو عينه لقينا نفس الكلام. خلاص هي اوبيز والليفر بايظ، يبقى دي غالبا ايه؟ فاتي ليفر، او ايه؟ فاتي ليفر، او اللي هو الاستياتو هيباتيتس. بس هنا مش السبب مش كحول، فممكن نسميه نون الكحوليك، او مجازا نكتب ماش. تمام يا شباب. اللهم لك الحمد. يعني الفيديو ده بجد خد مني مجهود علشان اعرف اوصل لك الفاتي ديجنريشن، بجد والله العظيم. بس يعني هكون سعيد قوي لو انت فهمته كويس وحليت بقيه الاسئله عليه من المذكره. تمام. وحسيت فعلا ان انت فهمته. خلاص احنا يعتبر خلصنا الصعب في الديجنريشن. مش باقي لك غير موضوع كمان صعب اللي هو الاميلويدوزيس، وده هنقوله ان شاء الله في الفيديو الجاي. لكن تراكم المخاط وتراكم الهايلاين والفايبرينويد، تمام، كل دي حاجات بسيطه وخفيفه ان شاء الله. وبعد كده بقى يبقى احنا كده خلصنا السيل اكيوميليشن. ندخل بعد كده على التيشو اكيوميليشن، وهتبص تلاقي بعون الله الدنيا بدات تبقى بسيطه واحده واحده، وعلى ما شابتر الديجنريشن يخلص هترتاح، وصعوبه الباثولوجي هتبقى خلصت. هيتبقى لك بعد كده بقى ايه؟ حاجات سهله وخفيفه، لكن بنتكلم فيها بتوسع، لكن هو موضوع واحد، مش موضوع له انواع كتيره وكل نوع له صور وله امثله وله اماكن وله مواصفات. تمام يا شباب. فربنا يوفقكم يا رب. اهتموا بحفظ القرآن يا شباب بالله عليكم. اهتموا بقيام الليل. اوعوا تكونوا من الغافلين عن صلاة الفجر، والله العظيم كنز حقيقي. يا جماعة الدنيا فانية، يعني ما تبقاش انت بتجتهد في العلم من ناحية ومقصر في الصلاة وفي الدين. والله المد دلوقتي لا بيفرق ما بين لا كبير ولا صغير. ربنا يحفظكم يا حبايبي يا رب، ويبارك فيكم ويفرح أهاليكم بكم، ونشوفكم أحسن دكاترة ونسمع عنكم كل خير يا رب. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.